ازيكم عاملين ايه؟ welcome back to my channel. في الفيديو ده هشارككم تخطيطي لسنة 2023 في البوليت جورنال. مش متخيلة ان كلها كام اسبوع ونبدأ سنة جديدة، وكمان تاني سنة ليا اشارككم تخطيطي في البوليت جورنال. اخترت السنة دي بوليت جورنال ملونة باستيل، بلس اني ما كانش عندي اختيارات كتير علشان اهم حاجة كانت عندي كان اني الاقيها صفحاتها منقطة. اول حاجة هبدأ بيها هي صفحة الكي، دي انا بكتب فيها كل علامة بعملها هتكون معناها ايه. لو حطيت نقطة هيكون مهم عليا، ولو دورية هيكون ميعاد، ولو خلصت اللي ورايا هعمله مربع، ولو هخليه لتاني يوم هعمل سهم، ولو ما بقتش لازم اعمله هشطب عليه. بعدين هتنتقل لصفحة الغلاف. انا بس حبيت ارسم السنة الجديدة واكون مرحبة بيها، فقررت اعمل الصفحة دي مجرد فيها Hello 2023، وحبيت الرقم يكون مالي الصفحة وباين اكتر، عشان كده عاملاها كبيرة. عايزة بس اقولكم مش لازم يكون معاكم ادوات معينة او نوتة معينة عشان تبدأوا، اي حاجة عندكم واللي تقدروا عليه هيكون مناسب. اهم حاجة انكم تبدأوا او تاخدوا الخطوة عشان ما تكسلوش بعدين. بعد ما خلصت 2023 حسيت ان لو اتحط عليها شوية ابيض هينورها، فعملت عليها نجوم صغيرة وخليت شكلها احلى بالنسبة لي. السنة دي اخترت الثيم يكون بوهو ومليان الوان، لاني ما بحبش في بداية السنة اربط نفسي بلون معين، بحيث لما يكون كذا لون هيليق كده مع باقي الشهور ويكون مبهج كمان. فبدأت اني عملت كمان اهم حاجة بالنسبة لي انه يكون سهل وبسيط عشان ما ياخدش وقت وهو بيتعمل، وفي نفس الوقت يطلع جميل. وميزة الرسم البوهو ان ما فيش رسمة معينة محتاج نلتزم بيها زي ما انا عملت هنا، والشكل بيطلع حلو برضو في الاخر. هتلاقوني في اخر الفيديو زودت شوية اشكال ذهبي لاني حسيتها هتفرق جامد في الشكل. الصفحة الجاية هي الفيوتشر لوج، هرسم فيها ال 12 شهر واقسمهم على صفحتين، وهكتب التقويم لكل شهر فيهم. طبعا هي حاجة بتاخد وقت، وفي منها دلوقتي ستيكرز او ممكن ورقة مطبوعة وتلزقوها، بس انا بحب اكتر ان انا اعملهم كلهم بنفسي. وهنا عملت بطريقة مختلفة عن اللي عملته السنة اللي فاتت، فاني سبت مساحة اقل لكل شهر، لقيت ان محتاجتش مساحة كبيرة، فخليت ال 12 شهر كلهم في صفحتين بس. لو انتوا متعرفوش الفيوتشر لوج دي بتتكتب فيها ايه وايه اهميتها، دي بتكون عبارة عن نظرة كاملة على السنة، بنكتب فيها اي مواعيد مهمة عندنا او الاجازات والاعياد، وكمان لو انتوا بتدرسوا ممكن تكتبوا امتى بداية او نهاية الترم ومواعيد الامتحانات. وبعد ما خلصت بدأت ارسم في الصفحة من فوق عشان يكون شكلها زي برواز للفيوتشر لوج، وبس كده كانت الصفحة تقريبا خلصت. بعد كده هعمل صفحة الأهداف للسنة الجديدة. أول حاجة بدأت بيها هي إني كتبت رقم 2023 وسبت مكان فاضي ده هكتب فيه جولز، وبعدين قسمت الصفحة على 4 أجزاء، واحد للأهداف الشخصية، وأجزاء تانية للأهداف الصحية والروحية، وأذر في الآخر للي مش عارفة أحطه تبع أنهي جزء. عامة دي حاجة بتختلف حسب كل شخص، في أهداف تانية ممكن تحطوها زي أهداف للحياة العملية أو الدراسة أو العيلة أو الماديات، هتختاروا الناحية اللي عايزين تركزوا عليها. الصفحة اللي بعد كده هقسمها على جزئين، جزء هكتب فيه الكتب اللي عايزة أقراها أو قريتها، والجزء التاني هكتب فيه الحاجات اللي نفسي أجيبها. وبالنسبة لي دي مفيدة في اننا ساعات لما بيكون معانا فلوس او نحوش شوية بنصرف على حاجات مش مهمة، لكن لما نكون عارفين اننا بنحوش عشان نجيب حاجة معينة ده يخلينا واعيين اكتر واحنا بنصرف. وعشان كده برضو بقسمها لجزئين، واحد للي محتاجاه وواحد للي عايزاه. بعد كده بتكون صفحة اهم حاجة في التخطيط للسنة الجديدة وهي العادات، وبقسمها للعادات اللي حابة اكتسبها وعادات عايزة ابطلها، وده هيساعدني وانا بحط العادات الشهرية اللي حابة التزم بيها. ولاني بحب في بداية السنة اختار كلمة تكون بتشجعني السنة كلها او هحاول اتصرف على اساسها، فعملت الجزء الاخير من الصفحة word of the year، وممكن نكتب فيها حاجات زي تفاؤل او امتنان او التزام. شوفوا حابين تكونوا بتعملوا ايه على طول واكتبوه عشان تفكروا نفسكم دايما بيه. والصفحة اللي هتكون ليها تأثير حلو جدا عليا في اخر السنة وهي highlights of the year، او اهم الحاجات اللي حصلت السنة دي. عارفين لما تقولوا ده ما بيحصليش اي حاجة حلوة في حياتي؟ الصفحة دي بقى عشان لو فكرتوا كده تلاقوا حاجة تفكركم بالحاجات الجميلة والمهمة اللي حصلت، وكمان بعد كذا سنة لما تشوفوا تفتكروا الذكريات. اخر حاجة هعملها هي انجازات السنة، ودي شبه شوية الصفحة اللي فاتت في انها بتفكرني باني انجزت كذا حاجة وطورت من نفسي، وكمان بتشجعنا وبتدينا ثقة في نفسنا اننا نقدر نعمل حاجات مفيدة مش بنضيع وقتنا. ولو محبطين شوية نبص على انجازاتنا ونحمد ربنا عليها ونتشجع نزودها. وبس كده، ده تقليب في تخطيطي ل2023 في البوليت جورنال. هتلاحظوا اني زودت شوية ذهبي فيها، وعجبتني التأثير اللي اديته للصفحات. انا كنت مبسوطة جدا وحبيت الالوان المبهجة دي وانا بعملها،
اتمنى انتوا كمان تحبوها. قولولي ايه احلى صفحه انتوا شايفينها. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا سبسكرايب وتعملوا فولو على انستجرام. اخر حاجه بتمنى لكم كلكم سنه جديده مليانه سعاده وانتاجيه. شكرا ليكم، اشوفكم الفيديو الجاي. باي باي.